أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام ومرحبا في قناتكم. زياش يرد بطريقة ساخرة على فاتي جمالي، كيف ذلك؟ هذا ما سنرى في هذا الفيديو، لكن قبل البدء لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. تفاعل الدولي المغربي ونجم غالاتا سراي التركي حكيم زياش مع اتهامات فاتي جمالي، والتي وصفته بالمتكبر واشتكى من معاملته السيئة لمعجبي المغاربة. ونشر اللاعب المغربي عبر خاصية ستوري في انستغرام فيديو يعبر من خلاله عن عدم اهتمامه بجميع الاتهامات التي وجهت له. وكان وكيل أعمال النجم المغربي قد نفى أن يكون حكيم زياش قد تكبر على مشجعيه سواء المغاربة كانوا أو عشاق في العالم، مشيرا أن واقعته مع فاتي جمالي كانت عادية ولا تحتاج إلى هذه البهرجة. وأوضح كذلك وكيل الأعمال في تصريحات صحفية أن حكيم زياش يتواجد بمدينة دبي بترخيص من نادي غالاتا سراي بحكم تعرضه لإصابة عضلية، حيث كان يتجول في إحدى المراكز الكبرى، وكان منشغلا في مكالمة هاتفية مع أحد الأصدقاء قبل أن تقدم فاتي جمالي على جر يد زياش من أجل أخذ صورة دون استئذانه، الشيء الذي أثار غضب زياش ورفض على إثره التقاط صورة مع فاتي جمالي.